ما شاء الله غدانا كذا صار جاهز. ما شاء الله تبارك الله، أسرع وأسهل غدا. السلام عليكم، كيفكم بنات؟ إن شاء الله تكونوا بخير. وأخيرا رجعنا مطبخنا الحبيب. اليوم بسوي معاكم وصفة مرة سهلة، دايما أسويها إذا مالي خلق كشن أو شم ريحة كشنة وزي كذا، وتنفع بعد للي عندها دوام وما عندها وقت، يمديها تجهز كل شي من الليل، وإذا جاء وقت الغدا تحط الرز وبس. مرة سهلة ولذيذة، وخلونا نبدأ. ما أدري إذا لاحظتم تغيير الصوت ولا لا، بس إيش رايكم؟ اشتريت مايك عشان صوتي يكون واضح، خصوصا إذا كنت أطبخ على النار دايم في صوت إزعاج، فانتظروا الوصفات اللذيذة. طيب زي ما انتم شايفين نحتاج بطاطس وفلفل بارد وبصل وثوم وطماطم، كلها نقطعها شرايح. أكيد نحتاج دجاج، هنا قصيته من النص ونظفته زين وشلت كل الزوائد وغسلته بالليمون والملح. ونحتاج رز طبعا، بس هذه المكونات اللي نحتاجها. هنا الدجاج راح نحط عليه شوي زيت، وبهارات مشكلة، وخلونا نفركه زين من كل الاتجاهات عشان النكهة تكون فيه. عندي هنا الرز غسلته مرة زين، وراح أحط عليه شوية ملح وزيت. وين الزيت؟ هنا الزيت. ضروري الرز يا بنات يكون حبة طويلة، أفضل وأحلى. راح أسلقه 10 دقايق بس، ما يحتاج ملح. طيب في هذه الوصفة راح نحتاج قدر الضغط، ما قد سويتها بالقدر العادي صراحة، بس راح تاخذ منكم وقت أطول. حطيت بقاع القدر زيت ورصيت البطاطس. الحين راح أضيف البصل عادي بالترتيب اللي تبونه، بس البطاطس خلوها في البداية أحسن. والفلفل، آخر شيء الطماطم. وضروري نرش عليها ملح. وشوي من البهارات. راح انزل الدجاج، نزل الدجاج بهذا الشكل، خلوه كذا على وجهه عشان يمديه يتحمر. طيب عندي الرز هنا بعد 10 دقايق استوى نص استوى. نضيفه على الدجاج، وبعدين طبعا اكيد راح نصفيه من المويه، ما نضيف مع المويه. بهذا الشكل كذا تمام. خلاص راح نقفل عليه بالضغط ونحسب ل20 دقيقة تقريبا. خلصت 20 دقيقة وخلونا نسحب الصفيرة. 20 دقيقة صار الغدا عندنا جاهز. الرز عندنا مستوي والدجاج مستوي بدون أي نقطة موية. لا، خلونا ننزل الغدا. بسم الله. ما شاء الله غدانا كذا صار جاهز زي ما تشوفون. خلوني الحين أوريكم كيف إن الدجاج مستوي، يعني تسوونه وانتم مطمنين. والطعم يا بنات والله لذيذ مرة. خلوني بس كذا شوية كزبرة، بس بوريكم كيف ان الدجاج مرة مستوي. شايفين؟ ما شاء الله، يعني ما تخافون انه يكون للسنة زي ما تشوفوا. ما شاء الله تبارك الله، اسرع واسهل غداء. وبس كذا خلصت وصفة اليوم. اتمنى ان الوصفة عجبتكم، طبقوها ولا تنسون تكتبوا لي رايكم بالتعليقات، وانتظروني ان شاء الله في المقطع الجاي. باي.